أهلا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في أخبار المساء. وهذا أبرز عناوينها: خضار متجول يعتدي على مقدم ويقطع أذن عنصر من القوات المساعدة. وهذه هي التفاصيل. تعرض عون سلطة برتبة مقدم بالملحقة الإدارية بن سودة بفاس يوم أمس لاعتداء بالضرب الشنيع، كما تعرض زميله المخزني لقدم أذنه وقطعها من طرف خضار متجول واثنين من أفراد عائلته، وذلك أثناء القيام بتحرير الملك العمومي. ووفقا لمصادر من عين المكان، فإن المعتدي الذي كان مرفوقا باثنين من أفراد عائلته واجهوا عون السلطة وعنصر القوة المساعدة ومنعهم من أداء مهامهم وتحرير الرصيف. وأضافت المصادر ذاتها أن المقدم تلقى ضربة على مستوى الوجه، في حين قام عنصر آخر من أقارب الخطار بالانقضاض على عنصر القوة المساعدة ليقوم بعض أذنه وقطعها، وفر بعد ذلك لوجهة مجهولة. وفور علمها بالحادث، حلت عناصر الأمن الوطني إلى عين المكان، حيث تمكنت من توقيف البائع المتجول والذي يعتبر سبب هذا المشكل، في حين تم إصدار مذكرة بحث في حق اثنين من شركائه في هذا الاعتداء. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.